صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفيني فيه. جاية لكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة تنظيف هايلة هايلة هايلة. مكونات اقتصادية، مكون احنا بنرميه هتستفيدي منه كتير. الوصفة سهلة جدا، هتفيدك جدا. لو عندك كوبايات ازاز مترسب عليها ترسبات كده مطرح سائل المواعين، مش بتلمع. الكوبايات اللي عندك هتبقى زي الكريستال، المعالق هتبقى زي الفضة، حوض هيبقى ستانلس بيلمع وبأقل مجهود. الوصفة حلوة جدا برضو، تنفع للحمام، للتويلت، للسيراميك. هتزيل الإصفرار وهتزيل الجير اللي عليه. مكوناتها بسيطة وطريقتها سهلة. أنا توتي ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني اعملي لايك للفيديو عشان الكل يستفيد. ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ توتي. عايزاكم ترجعوا بس للفيديو اللي قبل ده، أنا عملت تحلية سهلة كده ولذيذة، تتقدم باردة، حلوة جدا في أيام الحر اللي احنا فيها دي. أتمنى اللي ما شافهاش يشوفها واكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها ايه. وصفة النهاردة، بس هنا الصوت رايح من الجزء ده، الكوبايات بتزيق من كتر النظافة ومن كتر النعومة. الوصفة دي خطيرة، هتستغليها في نظافة كل حاجة عندك في البيت. كل حاجة عندك هتبقى نظيفة، كل حاجة هتبقى متعقمة وبتبرق كده. كل حاجة عندك هتبرق، من الستانلس للألمونيوم للأحواض الستانلس، للحمام، للتويليت، للأحواض، للحنفيات، كل حاجة بصراحة. يلا بقى نبتدي الوصفة. أنا عندي هنا كمية من قشور الليمون، أنا كل ما بعصر ليمونة بشيلها كده في كيس في الفريزر، فدي كمية أنا كنت محوشاها. طلعتها من الفريزر وضفت عليها كمية من المية وهرفعها على النار، هسيبها تغلي حوالي ربع ساعة كده، أو لحد ما تلاقي قشور الليمون دي استوت جدا جدا. فكده هي نزلت الريحة بتاعت الليمون، ونزلت كمان الزيوت الطيارة اللي موجودة في قشور الليمون. بعد ما استوت حجمها الضعف زي ما انتم شايفين كده، انا هصفيها. هستخدم المية لاستخدامات، وهاخد القشور وهقول لكم انا هعمل بيها ايه. هاخد القشور وهضربها في الكبة. انا عايزاها يبقى، عايزة قشور الليمون دي تبقى بوريه ناعم جدا. المية دي ممكن تستخدميها ترشي بيها رخامة المطبخ وتمسحيها، هتعقميها وهتبعدي الهاموش بتاع الصيف. ممكن تاخديها وتزوديها على سائل تنظيف المواعين. لو ايديكي بتجف من صابون المواعين، المية دي حلوة جدا هتمنع الجفاف. الليمون كمان هيخلي ايديكي فيها طراوة كده بعد غسيل المواعين، ايديكي مش هتنشف. هاخد بقى كمية الليمون اللي انا سلقتها. طبعا انا جمعت الكمية دي، ممكن تجمعي كمية اكبر او نفس الكمية اللي انا مجمعاها. بس حقيقي الوصفة خطواتها سهلة وبسيطة، ما تجريش الفيديو عشان تاخدي كل التركات اللي انا حطيتها في الوصفة. هضربها في الكبة وبقت ناعمة زي ما انتم شايفين كده. ده كان اول جزء منها. انا هضرب بقى الكمية الباقية وهجمعهم كلهم في علبة واحدة. بوريه الليمون ده بقى كنز عندك في البيت، هتاخدي منه عشان تغسلي الطيور، علشان تغسلي الحمام او الفراخ او البط، هيضيع لك الزفاره. ممكن تشتريها في الفريزر، بيجي وقت الليمون بيبقى غالي جدا جدا، وبتستخسري تستخدميه في غسيل الطيور مثلا. ففي الوقت اللي الليمون غالي فيه، خدي بقى معجون الليمون ده، نضفي بيه الطيور، نضفي بيه الحمام، نضفي بيه الفراخ، البط. حلو جدا، هيزلك زفارة الطيور يعني عموما. غسلتي السمك في حوض المطبخ، خدي معلقة حطيها على سائل تنظيف الأطباق واغسلي الحوض. الحوض هيلمع وريحته هتبقى حلوة ومش هيبقى فيه أي زفارة. بصوا بقى الوصفة، أنا خدت معلقتين كده من معجون الليمون، وضفت عليه كوباية من المية بتاعت السلق، وهضيف معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. اول ما احط البيكنج صودا الخليط ده كله هيتفاعل.
زي ما انتوا شايفين كده. يبقى معلقتين من معجون الليمون، كوباية من مية السائل اللي احنا غلينا فيه الليمون، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج صودا. هقلبهم كويس جدا 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 لحد ما يختلطوا ببعض. وبعد كده هضيف نص كوباية من سائل تنظيف الأطباق أي نوع انت بتستخدميه. طبعا مهم التقليب في كل خطوة من الخطوات عشان المكونات تمتزج مع بعض. الخلطة دي طبيعية، مكوناتها طبيعية، مش هتعمل لك أي حساسية. الناس اللي عندها حساسية أو إكزيما مش هتأثر معاها خالص. المكونات كلها طبيعية، مش مستخدمين أي كيماويات. هتقولي لي ما انت استخدمتي نص كوباية من سائل تنظيف الأطباق. لاحظوا ان احنا خففنا بالمحلول اللي غلينا فيه الليمون، وضفنا كمان سكر، ده بينعم في الايدين والبشرة وبيزيد من الرغوة. وضفنا ملح وضفنا بيكنج صودا، والبيكنج صودا معروف انها بتفتح الجلد. هنا ضفت حوالي ربع كوباية من مسحوق الغسيل، بس مسحوق الغسيل العادي، لان انا محتاجة رغوة للخلطة بتاعتي مش مسحوق اوتوماتيك. وهضيف كمان فنجان كده من جل الغسيل، والخطوة دي اختيارية، انا حطاها بس عشان ازود الريحة بتاعت الخلطة اللي انا عاملاها. لو ما عندكيش يعني مش ضروري. قلبي بقى كويس جدا المكونات تندمج، وسيبيها بقى ايه ساعتين تلاتة كده لحد ما يندمجوا مع بعض خالص عشان نكمل بقية الخطوات. بصوا انا سبتها حوالي ساعتين، المكونات كلها امتزجت مع بعض. هنا بقى في الطبق ده انا عندي بواقي صابون الوش، الصابون ابو ريحه. نقعتهم في ميه سخنه وسبتهم ساعه كده، فبقوا ايه ناعمين زي ما انتم شايفين كده. هضيفهم على الخلطه بتاعتي، وده كده اخر مكون انا هضيفه. مكونات كلها من البيت، مش غاليه خالص. قشور الليمون اللي احنا بنرميها، معلقه سكر، معلقه كربوناتو، معلقه آه ملح، معلقه 3 معالق او ربع كوبايه من سائل الرابسو اللي هو سائل الغسيل، ونص كوبايه من اي مسحوق موجود عندك او حتى اللي انت بتشتريه سايب. المكونات كلها انا بمزجها مع بعض هنا كده بالمضرب السلك عشان عايزاهم يندمجوا كويس جدا. الوصفه دي بقى لازم تسيبيها لتاني يوم، هتلاقيها اتجمدت معاكي، هتشوفيها في الخطوه الجايه. شايفين بقى عندك معجون اقوى من اللهلوبه، مكوناته طبيعية، مش هيعمل لك تحسس، هيلمع اي حاجة عندك في البيت. بصوا بقى انا هاخد معلقة كده علشان اوريكم قد ايه الرغوة. انا ضفت مية عادية مش مية سخنة او مية دافية، مية عادية. دلوقتي هتشوفوا بقى الرغوة بتاعته قد ايه. الخلطة دي بقى لمعي بيها الستانلس، لمعي بيها الالومنيوم، لمعي بيها المعالق، لمعي بيها الكوبايات. لو كوبايات عندك مطوسة او الكاسات هتلاقيها بتبرق، حلوة جدا في الاستانلس، هتلمعه جدا. نضفي بيها حوض المطبخ. شايفين بقى الروة. هي الحكاية مش حكاية روة، لا احنا حاطين، لان احنا حاطين سائل تنظيف اطباق، وحاطين برضو المسحوق. لكن الفكرة ان البيكنج صودا مع السكر مع الملح مع سائل تنظيف الاطباق مع مية غلي الليمون وقشور الليمون اللي طحناها، كل ده بيعمل مكون جديد غير الإضافات اللي احنا أضفناها. فبص هنا الحوض، أنا أخدت جزء من المعجون اللي هو البوريه بتاع الليمون، وكانت السبونشة فيها صابون مواعين. شايفين الحوض من قبل ما اشطفه بيلمع ازاي؟ وصفة خطيرة، حلو جدا جدا في الحمام، جربيه هينفعك جدا. وفي اصفرار السيراميك وفي التجير بتاع السيراميك. ومكوناته بسيطة، مش هتحتاجي أكيد تشتري حاجة غالية بعد الوصفة دي. شايفين اللمعة بتاعت الحوض؟ أنا لسه كمان لما أشوفه هتشوفوه. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو وشيريه،
ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله في مطبخ توتي. شوفي بقى توتي بتدعك بذمة، انت كمان ادعكي بذمة كده، هتلاقي اللمعان بقى ايه ما اقولكيش. وجربيه خصوصا في الكوبايات، هتلاقي الكوبايات عندك بقت كريستال، المعالق هتلاقيها بتلمع وتحفة كأنها فضة. شايفين الرغوة وفيرة ازاي؟ بيلمع بينضف بيسيل اي ترسبات. حقيقي حلو جدا جدا، احلى من اي مساحيق غالية انت ممكن تشتريها. لسه متابعة الفيديو؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين الكوبايات؟ شايفين الازاز بقى ايه؟ كريستال. انتظروني في وصفة جديدة عن قريب ان شاء الله. سلام.